اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو حبيباتي حبيت نشارككم هذه الهمسة، هذه التدبيرة. يعني هنا كيفاش نتعامل مع الخبز. يعني على بالي قاعدة تعرفوها وبزاف منكم اللي يديروها، ولكن هكذا نذكروا بعضنا البعض ونديروا كوراج لبعضنا البعض. الوغ كما شفتوا انا الخبز الحمد لله نحاول قدر المستطاع انه ما يقعدليش، برك يقعد لي يعني من دفاع تكون دايره لي بات ولا حاجه، يعني ما تنتقلش مع الخبز، والزوج يكون يجيب ما يعرفش بلي رانا دايره داك لو بلا يجيب. فوالا حبيباتي، ولكن الحمد لله ما نقيسهاش، هناكلوها غدوه من داك. وباش ياكلوها لوليداتي نقطعها لهم هكذا دوائر ونحطها لهم مع القهوه، يعني هكذا يطلوها بالزبده ولا بالمربى، وندير نصها لا شابلور. يعني كما شفتوا لا شابلور دائما خاصها تكون عندك في الدار، لانك يعني طيحي اون بان كيما صارت لي هكا، درت ظلمه ما كانش عندي الروز، الوغ درت في بلاصه الروز درت لا شابلور وشدت لي ما شاء الله. كما تعرفوا السردين نديروا معاه البيض، الوغ شويه ينطلق، يعني ما تقديش ديريه دبولات. فوالا درت الحمد لله كانت عندي لا شابلور. فوالا حبيباتي، هذه هي التدبيره، ما تقيسوش نعمه ربي هكذا باش ربي يخلينا النعم تاعنا نبروفيتو، معليش ندسوها ونخدموها كي نكونوا اليز ان شاء الله، ولا ياكلوها هكذا. يعني عندي بزاف استعمالات للخبز اليابس كيما هكا، دي فوا نديره ميم دي ميني بيتزا، يعني نديرها يعني كمقبل هكذاك مع الحريره وكاع يجي تانيك ما شاء الله. فوالا حبيباتي، هذا هو الفيديو وهذه هي الهمسه اللي حبيت نشارككم بها. ما تنساوش يعني جيم لا فيديو، تابونوا القناه باش يوصلكم كل جديد الا كنتوا عادة جدد. ونقول لكم مرحبا بكم الى فيديو اخر. سلام.